رفض الدولي المغربي إبراهيم دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني فكرة الرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وفضل البقاء داخل النادي الملكي والدفاع عن حظوظه في نيل مكان في تشكيلة الميرينغي. وحسب موقع ريليفو الإسباني فقد حاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطلب خاص من مدربه الإسباني لويس إنريكي أن يتعاقد مع إبراهيم دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الدولي المغربي رفض فكرة مغادرة ريال مدريد من الأساس، حيث فضل الاستمرار مع الميرينغي لتحقيق حلمه بمواصلة اللعب والفوز معه بالألقاب. وأوضح الموقع الإسباني أن إبراهيم دياز مطالب باستغلال كل فرصة لإثبات أحقيته بالتواجد في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الشطر الثاني من الموسم، خصوصا في ظل وجود البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس، وكذا الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام. كما أكد الموقع الإسباني بأن إبراهيم دياز يحظى باحترام كبير داخل ريال مدريد بعدما أضحى أحد أهم اللاعبين في النادي، حيث يعيش فترة مميزة مع الفريق بعدما فرض نفسه بإمكانياته ومستوياته الكبيرة التي أكسبته الاحترام والتقدير، وبالتالي إثبات مدى استحقاقه لثقة المدرب الإيطالي. وللإشارة فقد شارك إبراهيم دياز في 836 دقيقة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، وتمكن خلالها من هز الشباك مرتين، بينما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق. وإلى الملاعب الإيطالية، وبعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق هذا الموسم، أبدت العديد من الأندية رغبتها الكبيرة في التعاقد مع الدولي المغربي رضا بلحيان متوسط ميدان نادي فيرونا الإيطالي، وهو ما دفع مسؤولي النادي لتحديد سعر الدولي المغربي، سعيا منها لتحقيق أرباح مالية مهمة حال انتقاله إلى ناد آخر. ومن الأندية الراغبة في التعاقد معه أندية مقدمة الدوري الإيطالي إيس ميلان وإنتر ميلان ولاتسيو. وبعد هذا الاهتمام حددت إدارة نادي هيلاس فيرونا سعر الدولي المغربي رضا بلحيان للأندية الراغبة في التعاقد معه في الانتقالات الشتوية القادمة. وقد أوضح الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا أن نادي فيرونا سيطلب ما بين 15 و20 مليون يورو للتخلي عن خدمات رضا بلحيان، وهو الشيء الذي قد يضعف حماس الأندية التي كانت تود التعاقد معه بسعر أقل. أما المعني بالأمر رضا بلحيان فقد أكد في تصريح صحفي بعد نهاية المباراة الأخيرة للفريق ضد ضيفه نادي ميلان، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد، بأنه مركز على أدائه في رقعة الملعب، حيث قال: في الوقت الحالي أركز فقط على الملعب وفيرونا، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي اليوم. وللإشارة، وحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فقد ارتفعت القيمة السوقية للدولي المغربي رضا بلحيان بعد المستويات الكبيرة من 5 ملايين يورو إلى 10 ملايين يورو، وذلك بعدما خاض صاحب 20 عاما 16 مباراة مع هيلاس فيرونا هذا الموسم في الكالتشيو،
وهو المستوى الذي دفع الناخب الوطني وليد الركراكي للمناداة عليه في القوائم الأخيرة للنخبة الوطنية. كما تجدر الإشارة إلى أن عقده مع النادي يمتد إلى غاية صيف سنة 2028 وإلى الملاعب الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية تحدث الدولي المغربي آدم آزنو الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ عن مستقبله مع الفريق، كما تحدث عن مشاركته الأولى مع المنتخب المغربي الأول هذا العام، وكذا عن علاقته مع لاعبي المنتخب الوطني. وقال آزنو عن مستقبله مع النادي البافاري: في الوقت الراهن لا أريد الرحيل على سبيل الإعارة، في رأيي هذا ليس أفضل خيار لمدة 6 أشهر فقط، ربما يكون ذلك خيارا في الصيف. وأضاف الظهير الأيسر المغربي: الأمر سيتوقف على الشهور المقبلة حتى نهاية الموسم، وما هو الأفضل بالنسبة لتطوري. وعن عام 2024 الذي سنودعه بعد أيام قال: كان عاما رائعا بالنسبة لي، خضت أول مباراة لي في البوندسليغا وأول مواجهة مع المنتخب المغربي، قفزت قفزة كبيرة وحققت كل الأهداف التي وضعتها لنفسي هذا العام. وعن علاقته بزملائه في المنتخب الوطني قال: إبراهيم دياز وأشرف حكيمي ساعداني كثيرا، حكيمي بمثابة الأخ لي، منحني الصبر والهدوء الذي تحتاج إليه كلاعب شاب في خطواتك الأولى بكرة القدم الاحترافية. وعن طموحه في العام 2025 قال: أريد القتال للتواجد مع الفريق الأول، هذا يمثل تحديا كبيرا في بايرن. وكان آدم آزنو قد شارك لأول مرة مع الفريق الأول للبافاري هذا الموسم في اللقاء الذي فاز فيه الفريق على يونيون برلين بثلاثية نظيفة، حيث كان عمره حينها 18 عاما و5 أشهر فقط، بينما شارك يوم 10 دجنبر الحالي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بتفوق بايرن ميونخ على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ب5 أهداف مقابل هدف. كما كان آزنو قد شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول في المباراة التي عرفت انتصار المنتخب الوطني على منتخب ليسوتو بهدف نظيف شهر شتنبر الماضي، حيث دخل اللقاء أساسيا. ويعتبر آدم آزنو من أبرز المواهب الصاعدة في نادي بايرن ميونخ الألماني بعدما انتقل إليه قادما من نادي برشلونة الإسباني، حيث تلقى تكوينه الأول في لا ماسيا. ويعتبر من بين أفضل لاعبي فريق أقل من 19 عاما، ويخوض تدريبه مع الفريق الأول. وقد تألق في دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين من أصل 5 مباريات لعبها مع الفريق. ويمتد عقده مع نادي بايرن ميونخ إلى غاية صيف عام 2027. ومن ملاعب البوندسليغا إلى الليغ 1، نشر موقع بريم فيديو سبورت لائحة لمواهب الدوري الفرنسي الليغ 1 الأعلى قيمة تسويقية الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. وقد تواجد كل من المغربيين إلياس بن صغير وأيوب بوعدي ضمن هذه اللائحة المتكونة من 11 لاعبا.
وأكد الموقع بأن القيمة التسويقية للدولي المغربي إلياس بن صغير نجم نادي موناكو صاحب 19 عاما تبلغ 30 مليون أورو، بينما تبلغ قيمة أيوب بوعدي موهبة نادي ليل والقريب من تمثيل المنتخبات المغربية صاحب 17 عاما وهو أصغر لاعب في اللائحة 25 مليون أورو. وبالإضافة إلى اللاعبين المغربيين تضم اللائحة كلا من ثلاثي باريس سان جيرمان الذين يتصدرون اللائحة، وهم الفرنسي زاير إيمري والبرتغالي جواو نيفيس بمبلغ 60 مليون أورو، ثم الفرنسي دوي ب40 مليون أورو، ليأتي بعدهم كل من إلياس بن صغير وأيوب بوعدي.